هنا برضو هنشوف الطيور اللي ممنوع بيعها وتداولها هنا داخل المملكة. تمام. النسور بأنواعها، الأسود والنمور، القط البدري والسلحفاة والضفادع والصقور. تمام. هنا الضباع والتعابين والقرود والكلاب بأنواعها، الثعلب، القطط بأنواعها، العقارب. الكلام ده موجود هنا في جدة. مكة تختلف الموضوع لأن مكة فيها محلات كتير قطط. تمام. ومتداولة كتير. لكن جدة هنا تختلف الموضوع. حتى هنا مفيش حد بيفكر لا يبيع قطة ولا بتاع، لكن المحلات هناك محلات تجارية موجود فيها قطط، حتى الشوارع موجود فيها قطط. هبقى انزل لكم برضه فيديو خاص كده بالقطط. تمام. من مكة المكرمة ان شاء الله باذن الله. الطيور المباحة هنا طبعا البغبغانات بأنواعها، العصافير بأنواعها، البط والحمام والسمان وكل حاجة هنا اللي هي الحاجات اللي هي قابلة للأكل أو تربية الزينة ديت سهلة إن هي هنا بتتباع وتتداول بين الإيه؟ بين الناس وبعضها. السلام عليكم. كام العصافير دي؟ العصافير الاسترالي عامله 90. تمام. والدره؟ الدره عامله الواحده ب 200 ريال. تمام. تقريبا السن يعني مقارب السنه تقريبا. في حته ممكن تكون مقارب السنه وفي حته ممكن تكون عدت السنه وشويه. تمام. الجنس طبعا غير محدد، مش باين عليهم. والجرين عامل كام؟ والجوز الجرين دول عاملين 800. تمام. معانا الكناريا برضو. الكناريا عامله 250 برضو، في احجام كويسه، فيهم حاجات برضو ظريفه مش وحشه. طبعا الاورنجات بسم الله ما شاء الله يعني في الكناريا مطلوبه جدا بالنسبه للناس هواة الكناريا. ناس كتير بتحب الاورنجات. طبعا اللون متوفر هنا، وجوز هنا ممكن يعملوا حوالي 300 ريال، تفرق عن العادي حوالي 50 ريال تقريبا. هنا برضو البينبول عامل بتاع حوالي 800 ريال الجوز. برضو الاسعار هنا بالنسبه للعمله يا جماعه غير عندنا طبعا، والاسعار هنا غير عندنا في كل حاجه يعني. فما نحسبش سعر الريال هنا بكام وسعر في مصر بكام، لا احنا نقول سعر الريال هنا زي سعر الجنيه المصري. تمام. والتداول معاه زي مصر بالظبط. وليكن ان هنا الريال بالريال او الريال بجنيه، فكسعر كتداول بالنسبه للتجاره رايح جاي حاجه كويسه ان هي ما تعديش ال1000 ريال. فين وفين لما تلاقي حجوز عن ال1000 ريال او بغبغان كبير محترم زي الزنجباري مثلا يعمل 2500 ريال او 3000 ريال، حاجه معقوله ومقبوله. تمام. بالنسبه لعمله البلد هنا. حبيبي السلام عليكم، عامل ايه؟ اخبارك؟ تمام. اما بالنسبه لعندنا الارقام الفلكيه اللي احنا بقينا نسمعها اليومين دول طبعا بقت حاجه يعني غير مريحه بالمره يعني. نكمل معانا ونشوف بقيه الطيور.